كبشر بنرفض اي حاجه تستبدلنا او تاخد مكاننا، وهو ده اللي حصل بالظبط في برنامج ذكاء اصطناعي في بريطانيا. في شهر 6 سنه 2024 حصلت حاجه في المملكه المتحده بتثبت الكلام ده بالحرف، بعد ما استخدموا شات جي بي تي في كتابه سيناريو لفيلم سينمائي، وحصلت دوشه جامده عليه. هتقولي ليه؟ دي حاجه حلوه. هقول لك المشكله كانت في قصه الفيلم. السيناريو اللي شات جي بي تي كاتباه كان بيحكي عن قصه صانع افلام شاب بيلاقي ان في اداه شغاله بالذكاء الاصطناعي بتقدر تعمل شغله وتصنع افلام لكن بمهاره اعلى من قدراته بكتير. وطبعا الفيلم ناقض القصه بشكل ساخر من صانع الافلام كبشري. لا، والفيلم كمان اسمه ايه؟ تجربه بريئه في صناعه الافلام. المهم العملاء في السينمات طبعا ما عجبهمش الكلام ده، والفيلم حصل على انتقادات كبيره جدا لدرجه ان الفيلم اتمنع عرضه في السينمات. وزي ما تكون دي رساله مننا كبشر، اي حاجه ممكن تستبدلنا هي رساله رفض. ما تقلقش، مش هيستبدلنا ولا حاجه. لو عايز تطمن من الحته دي ما تفوتش اي فيديو من سلسله عبثيات الاي اي مع 3C، وما تنساش المصادر في اول كومنت.